السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين. شهر رمضان مبارك عليكم يا رب. النهاردة طبعا أهم حاجة في شهر رمضان الفول يعني. فالنهاردة إن شاء الله هقول لكم طريقة الفول بطريقة سهلة كده. إن شاء الله، وبدل ما نجيبه من بره أرخص وأوفر وأنضف وكل حاجة يعني. هو كيلو الفول بياخد ربع عدس أصفر، ربع فول مدشوش وليمونة او فص ليمون او شريحة ليمون قضية كده، طماطمتين و... وفصين توم او 3 فصوص توم وجزر، حوالي جزرتين كبار. الجزر بيديله طعم حلو جدا وفايدة وكل حاجة. انا بنقع الفول حوالي 12 ساعة في مية سخنة. وبغير المية تقريبا مرتين في مدة النقع. بعد كده وانقع الفول المدشوش هو كمان حوالي ساعتين قبل ما ايه ابتدي اعمل الفول. ف بعد كده احط الفول، عليه الجزر، عليه الليمون، عليه الطماطم، عليه فصين الثوم، عليهم ميه مغليه. يعني انا بحط الفول في الحله وكل حاجه وبحط عليه الميه مغليه. الميه هتغلي هتطلع ريم، هشيل الريم ده وبعد كده اغطي الفول كويس جدا. ولو انتي الحلة عندك فيها مكان مفارق او حاجة، انا ببتدي اغطيها بورق فويل عشان تكتم البخار جوه وتسوي الفول على طول. كده اهو الفول بيغلي، انا شلت الريم بتاعه اهو. وهبتدي بقى اوطي عليه خالص بقى، كأنه نار هادية كده، كأن الرز واقل كمان من ما بنهدي على الرز. وهغطيه بورقة الفويل وهسيبه يستوي. انا ما شاء الله بجيب الفول اللي هو الفول البلدي. آه اسيبه بقى، هو استوى معايا بسرعة جدا ما شاء الله. الفول المدشوش والعدس بقى مش بسويهم خالص، مش بحطهم في الاول، بحطهم اول ما الفول يبتدي يدخل في السوا كده. يعني انا عندي الفول ما استحملش ما شاء الله اللهم بارك، مجرد ساعتين ولقيت الفول استوى. فهبتدي بقى احط الفول المدشوش والعدس الاصفر على وش الحله، مش بقلبهم الا اللي بعد ما يستوي. هبتدي احطهم كده بقى واسيبهم لحد ما يستووا هما كمان، واقلب الحله كلها على بعضها. هغطيه تاني واسيبه يستوي بقى براحته تاني على نار هاديه خالص. آه آه نار شمعة خالص كده لحد ما يستوي. ولو احتاج ميه بنزود ميه سخنه، فانت خلي دايما جنبك ميه سخنه عشان لو لقيتي الفول الميه بتاعته قلت تزوديه ميه. وممكن تحطي معلقتين كركم، معلقتين بابريكا، عشان يدي لون احمر شويه. بس انا عادي بالنسبه لي يعني. هو كده بصوا اللهم بارك، شوفوا حتى لونه فاتح، استوى اهو خالص ولونه فاتح ما شاء الله. ما خدش استوى خالص يعني تقريبا ساعتين ونص، وكان الفول مستوي. بعد كده أنا ان شاء الله هعمل لكم طرق كمان جديده للفول، يعني تغيير بقى. يعني احنا هناكله تقريبا يعني اللي نعرفه بزيت وليمون وكمون، وممكن شويه بسمنه بلدي او كده. وبصوا الفول استوى ازاي ما شاء الله اللهم بارك، ما اخدش خالص سوا عندي. وهقول لكم بقى طرق جديدة ان شاء الله في فيديوهات جاية للفول ان شاء الله، عشان الناس اللي بتزهق من السحور يعني. وكل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير يا رب. واتمنى يكون الفيديو عجبكم ان شاء الله. وانتظروا بقى ان شاء الله فيديوهات جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.